الاختراعات دي كلها غيرت حياتنا، بس في اختراع منهم كان بداية لكل حاجة وصلنا لها. أيوة دي، عشان اختراع اللمبة عمل ثورة شقلبت العالم كله. بزرار بقى عندك شمس بالليل، يعني يوم أطول، يعني شغل أكتر وتطور أسرع. نور يعني جهاز شغال، يعني حياة. اللمبة عملت ثورة في كل حاجة حوالينا، ووصلتنا لحاجات ما كناش نحلم بيها بسرعة الضوء، لحد ما حياتنا بقت بتلف حوالين اللمبة، وبقينا نضحي بأي حاجة عشان تفضل منورة. ضحينا بالأرض اللي بناكل منها والشجر، لوثنا الهواء اللي بنتنفسه والمية اللي بنشربها، ضحينا بأغلى ما عندنا. طب لو قلت لك مش محتاج تضحي تاني، إن بقى في بديل ما بيخلصش، ما بيلوثش، بديل حوالينا في كل مكان. لو قلت لك إن طاقتنا بقت من نور الشمس وسرعة الهواء، وبلدنا النهارده في طريقها إنها تبقى بتولد طاقة نظيفة بنسبة 42% من إجمالي طاقة مصر قبل سنة 2035. وعشان كده البنك الأهلي المصري دخل الطاقة النظيفة في استراتيجيته، وبيمول المشروعات المهتمة بالتغير المناخي والمشروعات الخضراء والطاقة المتجددة، وخلى الاستدامة واحدة من أكبر اهتماماته، باعتماد حلول صديقة للبيئة زي توفير استهلاك المياه والكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية في عدد من فروعه، عشان هدفنا نبني مستقبل مستدام لأهل مصر. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.